من وراء الميكروفون عتيقة تحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم حلقة من الحلقات اللي مميزة وحلقة يعني مفيدة للجميع، وهي 5 أخطر مصاريف غير مرئية تسرق منا الأموال ديالنا. حاولت أنني في هذه اللائحة يعني ديال المصاريف غير المرئية، هي لائحة طويلة، حاولت نختصرها ونركز فيها على الأشياء اللي كنشاركوا فيها مجموعين، وبإذن الله ندوزو الأول أخطر مصروف غير مرئي يسرق أموالنا. الكهرباء يا سادة الكرام اللي كتستهلك لينا واحد النسبة كبيرة، ولا كتزيد لينا على الفاتورة ديالنا ديال الشهرية ديالنا من ناحية الكهرباء. اول شيء اول شيء اللي كنعتبره مهم بزاف هما داك البرونشمون ولا الشارجورات اللي كنديرو ديال التليفونات ديالنا، يعني كنتخليهم في الحائط راه كيبقاو يستهلكوا ولو نسبة بسيطة. زيادة على هادشي كاينين الالات اللي عندنا في المنزل باستثناء الثلاجه بطبيعه الحال اللي كتبقى 24 ساعه على 24 ساعه. جميع الالات الاخرين يمكن لك تحيد هذاك الكابل من الحائط، فغادي تنقص عليك نسبه مهمه. ثالث حاجه الا وهي الشاشه تاع التلفازه، يعني قد ما شاشه التلفازه كبرات قد ما الاستهلاك ديال الكهرباء كيزيد. واش ما نتفرجوش في التلفازات كبارين وفحال السينما؟ لا، تفرجوا، خذوا الاريحيه ديالنا، تفرجوا فاش ما عجبنا، من بعد مني كنتفرجوا وكنساليو، سواء برنامج سواء مباراه رياضيه سواء اخبار سواء افلام، كنساليو نطفي التلفازه، ماشي غير من تيليكوموند، حتى هذاك لو برونشمون من الحائط، لا هو ولا اي الات اخرين اللي كنكونوا شي بارابول شي اي شيء يستحب انك تحيد من لو برونشمون من الحائط نهائيا. زياده على هذه المساله، ملي نحبوا نشريو الالات يلا غادي نشريهم جدادين، ما غاديش نمشيو نبدلو حنا الالات كلهم، لا، فوق ما بدي شرينا الات جدادين، الات التصبين، الات ديال الاواني بصفه عامه، دائما نعودوا نشوفوا في هذيك اللائحه اللي تتعطانا ديال ماشي غير الاثمنه، كتشوف حتى الاستهلاك ديالها هي بحد ذاتها شحال كتستهلك ديال الضوء، اللي مركزين في ا و بي، وانت غادي وكتشوف الاستهلاك. قد ما الاستهلاك ديالها كيكون قليل قد ما هي كتكون شويه زايده في الثمن، ولكن الا ضربنا ان داك الثمن واخا انه مرتفع في الاول، ولكن الاله اضعاف الايمان راه فيها 5 سنين، اضعاف الايمان يعني راه هي كتبقى طالعه حتى ل 10 سنين 15 سنه على حسب الاستهلاك ديالها. يعني تنخدموا على كي كنقولوا الاستمراريه، واخا الا زدنا في الثمن واحد كي كنقولوا 500 درهم 1000 درهم في الثمن ديالها، ولكن راه من ناحيه الاستهلاك ديالها الشهري ولا الاستهلاك ديالها بصفه عامه فهو كيبدا كينقص. هذه من جهه اخرى. ندوزو الاضاءه، كنلقاو انسان في البيت جالس بوحديتو ومشعل الدار كلها زوين، منظر كيعجبنا كاع، ودوك الدريات بالاخص الدريات كيكون يعني كيستهلكوا واحد النسبه كبيره من الضوء. فيا ريت وحبذا ان المكان اللي كنكونوا جالسين فيه هو اللي نشعل فيه الضوء، بما اننا حنا كيعجبنا كي كنقولوا في ضوء المغرب كي كنسميو كنبغيو نشعلوا الضوء ديال المغرب، حتى هذه مزيانه. في الوسط ديال المنزل نشعل واحد الاضاءه اللي كتبقى في وسط المنزل كتضوي لنا جميع الغرف، واخا ان ما فيهم حتى شي واحد، والغرفه اللي تيجلس فيها الانسان راه مشعل فيها الضوء. زياده اخرى، يعني الانسان اللي كاينين الناس اللي كيبغيو يشعلوا اللي كيبغي يخلي الاضاءه في الليل، يعني شفت عائلات كيبقاو الضوء مشعل في الليل. المهم انا هذه لا احبها، كنبغي نعس في الظلام، ما كنبغي حتى شي شويه ديال الضوء. المهم اللي كيبغيو شويه الاضاءه كتبقى في الليل، كاينين واحد الليد صغارين، المهم حنا عندنا راه كيتباعوا في السوبر مارشيات تيجيو غير بجوج اورو ولا هكذا، كتلصقها في لو برونشمون ديال يعني في كولوار ولا شي حاجه، وتيبقى واحد الضوء خافت في البيت، اولا بالنسبه للاطفال بعض الخطرات، يعني هذاك الضوء بلا كاينلاش نشعلو في كل غرفه، غير كي كنقولوا في الكولوار ولا هكذا واحد الضوء من بعيد بركه. ندوزو لحاجه ثانيه، المصروف غير المرئي التالي، الا وهو اللي جات الفكره من عندكم نتوما، وكان زعما كنتقاسمها حتى انا معكم ومتفقين عليها مجموعين، الا وهو الاكل خارج البيت. بمعنى الاكل خارج البيت هو حنا اللي خرجنا مشينا كلينا في المكان خارج البيت، او لا حتى الى طلبنا الاكل وجبنا عندنا البيت، واخا كلينا في البيت يعتبر اكل
خارج البيت، يعني مصاريف زائده. الحل ديالها بسيط، على وهو التخطيط. الا كنا مخططين البروغرامات ديالنا، يعني الوجبات ديالنا وشاريين المتطلبات ديالنا، كلشي كيكون عندك في الثلاجه موجد، انت الاسبوع ديالك اولا جوج الاسابيع اولا حتى الشهر ديالك، كلشي عندك واجد، يعني تيسهل عليك باش انك تخرج وتبقى تدفع مصاريف التي تعتبر كتمشي حتى تقريبا واحد 60% كتزيد عليك في العبء ديالك. يعني الحاجه اللي كنتي كتشريها واحد الساندويتش ب 100 درهم يقدر يطيح عليك في الدار غير بواحد تقريبا 40 درهم، وانت ديك 60 درهم راه غير تزادت عليك ضرائب ديال هذاك المحل، زادت عليك هذاك البيرسونيل باش خدام، زادت عليك اشياء كثيره، الايجار اللي كيديروا راه هو محسوب عليك نتايا، واخا راه نسبه بسيطه ولكن راه كيتجمع. يعني كما قلت لكم 100 درهم انت يمكن لك تصاوب هذيك الوجبه عائليه ولا خدها ب 40 درهم، و60 درهم ها هي كتبقى لك في الجيب. ما تقولوش ما يمكنش لنا ما نخرجوش، كنخرجوا اوكي، يعجبنا نخرجوا مع وليداتنا وتناكلوا، اولا كنا في الخدمه مره ماشي مشكله. كما تنرجع وتنقول التخطيط، دير مخطط ديالك، كتبغي تخرجي وليداتك مره في الاسبوع، جوج المرات في الشهر، ثلاثه على حسب المستطاع ديال كل عائله، دير المخطط ديالك وشوف اشنا هي الوجبه اللي كتعجبك كتخرج فيها، اما غداء لا عشاء اولا في الفطور. المهم شوف شكون في الباب ورجع نكمل معاكم. المصروف غير المرئي الثالث ألا وهو مخالفات المرور، من ضمنهم تجاوز السرعة. سير اختي وسير اخويا بشويه، ما غادي بزروب، ناخذ الوقت ديالنا قبل من اي موعد او العمل، قبل من العدا يمشي الواحد بشويه عليه. في التأني السلام وفي العجلة الندامة. اركن السيارة ديالي في مكان يعني ماشي ممنوع باش ما ناخذش انايا المخالفات ديال المرور بصفة عامة. كاين من ضمنهم النسيان ديال التجديد ديال التامين اولا الضريبه ما كنخلصوش. كاين حاجه اخرى اللي هذه اغلبيتنا كنديروها، وهي استعمال الهاتف اثناء القياده، وتناخذوا عليه مخالفات. اختكم خدات عليه مخالفه 350 درهم ندمت كاع، رجعت جاوبت انا داك النهار هذيك المخالفه. يعني الواحد دابا سهلت علينا القضيه، وليتي كدير غير بلوتوث، ولا المهم السيارات الجداد راه البرونشمون اوتوماتيك، يعني جاوب انت من السياره ديالك اولا دير كي كنقولوا الاوت بارلور، جاوب هكذايا، ما تجاوبش سيدي كاع حتى توصل. كنتي اختي يلاه كتبداي في السياقه وداكشي من الاحسن ما تجاوبش ناضه تبرزطي. او مهم هذه لائحه ديال المخالفه ديال المرور اللي كتكلفنا تقريبا سنويا الا ما كناش كنردوا بالنا بطبيعه الحال ما بين 500 درهم حتى 1500 درهم سنويا. المصروف غير المرئي الرابع ألا وهو ترك النوافذ مفتوحة أثناء يا إما التدفئة ويا إما التبريدة إلا بغينا نتبردو. يعني الآلة بصفة عامة اللي كتخدم يا إما للدفء يا إما باش نتبردو بها، يستحسن ملي كتكون خدامة يعني الإنسان يسد النوافذ كتفتح غير 5 دقائق فقط للتهوية، كتحل النوافذ ديال المنزل كله بصفة عامة. هنا مثلا في الصباح خاصنا نحلو، ولا بد الانسان تيفيق فطار وانت كنرجعو حنا الحراره ديالنا مزيانه العاديه في البيت، كتحل النوافذ ديالك كي كنقولوا حتى كيضرب هذاك المجرى ديال الهواء مزيان في الدار 5 دقائق فقط، كترجع تسد النوافذ ديالنا. ثم التدفئه كتطلع الحراره، لان علاش المدفأه مثلا المدفأه كتستهلك لينا ضعف الطاقه باش توصل نفس الحراره اللي بغيناها. حنا بغينا حراره ديال 19 تقريبا، الموصى بها كيقول لك 19 20 في المنزل، هذه حراره مزيانه. يعني بمعنى باش توصل لك هي الحراره ديال 19 كتبقى تستهلك اكثر. الا خليتي انت النافذه مفتوحه راه عمليه باينه زعما كاينه حتى البرد الصاد، هي كتطلق سخونيه وانت كتخرج للخارج كي درتي ليها. المهم الناس اللي ما عندهمش مع لي بورسونتاج انا يعني كيقول لك الاخصائيين كتقدر توصل لك الفاتوره هنا حتى 30% كتزاد لك على الفاتوره ديال التدفئه اولا التبريده. بمعنى شنو ديك 30%؟ يعني اخويا واختي الا كانت كتجيك 100 درهم، حنا كنمشيو ديك 100 كتجينا ساهله لانها في المئه، 100 درهم كتولي تجيك 130 درهم. سمعي اختي، كانت كتجيك 2000 ريال تولي تجيك 2600 في الشهر، وديك 600 اش غتعطي عليهم وخديها عندك. ندوزو المصروف غير المرئي الخامس.
وختامه مسك، الا وهو اشتراك ديال الجيم ولا لي صال ديال السبور كي كنقولوا ليهم. هذه من بعد الاحصائيات والدراسات قال لك اكبر المصاريف غير المرئيه في العالم كله، ماشي عندنا ماشي عندك، يعني راه مشتركين فيها كلنا. واكيد حتى واحد فينا ما زعما كاين ما دوزاش من هذه القضيه مره ولا جوج ولا في حياته، دازت عليه هذه القضيه انه كيدير لابونمون اما 6 شهور يا اما عام في شي جيم، شي صال ديال الجيم ديال السبور. كيمشي شهر وشهرين تيكون الحماس وادرينالين طالعه وكيمشي، ومن بعد بسبب ظرف ما، يا اما مرض يا اما ما تيبقاش الانسان عنده الوقت، تيغير من الخدمه ديالو، تيغير من المكان ديال السكنه ديالو، مهم الظروف كتختلف وما تنبقاوش كنمشيو. الغي يا اخي ويا اختي هذاك الاشتراك. حنا في بلاداتنا على ما اظن اخر معلوماتي كانت هذه من 15 سنه في المغرب اننا شهر بشهر، يعني تتقول انا دابا في شهر الاخر شهر 11 كنقول لهم المهم الاخر شهر 12 صافي ما غنبقاش، يعني غنبقى نتريني حتى لاخر شهر 12. هذه اللي كنت عارفه، يعني شهر الافونس. هنا لا، انا وقعت لي واحد المره وليت مخلصه الدوبل، يعني كانت عندي اشتراك ديال 6 شهور لحق الشهر الخامس مشيت عندهم وقلت لهم، قالت لي كتبي واحد الورقه، ملي كتبت هذيك الورقه جات تيجيني قالت لي شوفي اختي راه ما تنبقاوش حتى بقى غير شهر، زعما غدوزي هذا الشهر وصافي كنقول نحبس. لا، راه غتزادك 3 شهور اخرى، واخا انت قلتي هذا الشهر ولكن كي كنقولوا 3 شهور على فونس، وتزادني 3 شهور اخرى. وكنت دايره الاشتراك انا ديال غير 50 ولا ما هكذا اورو، وليت كنخلص 70 اورو، تزادني حتى الثمن ديالو، ودخلت في كي كنقولوا داك الاشتراك العادي. والمشكله انني ما عنديش حتى الوقت باش نمشي، يعني نخلص 70 اورو وانا ما كنمشيش، صعيبه شي شويه ياك. المهم اشنو الحل ديالها؟ يا اما اللي عرف راسو ما يمشيش يخلص شهر بشهره، هذه الاولى كتكون زايده شي شويه، ولكن الا كنتي حاس راسك في الشك كي كنقولوا. حاجه اخرى تقدر دير الرياضه في دارك، تقدر دير مع واحد الجروب، كتخرجوا مره في الاسبوع ولا كذا، نهار السبت ولا نهار الاحد كيترينيو، وحاولوا نكونوا ملتزمين بيناتنا كي كنقولوا في لونطرينمون. نقدروا نتمشاو في الغابه. المهم انسان نشري شي ادوات بسيطه ديال الرياضه في البيت، يعني دابا ولا في الانترنت تقدر دير يعني واحد فيديو ولا شي حاجه كتلعب الرياضه ديالك. كاينه حاجه اخرى الا وهي انا كنت كنديرها باش ما تقولوش كنجيب شي حاجه ماشي واقعيه، هذيك دايرها في واحد لاصال في المغرب. كنمشي كيبيعوا الكارني كي كنقولوا واحد الكارني، كانت الحصه ديك الساعه 50 درهم ياك. الهدف ديالو والحاجه اللي زوينه فيها هي الانسان ما عندوش الوقت، كنت كنقدر نمشي انا مره في الاسبوع حتى مره في 2 الاسابيع ياك. ملي تنمشي تنعطيهم غير هذاك التيكي، يعني الكارني فيه 10 خلصته ب 500 درهم، وكنمشي انا غير الوقت اللي كيكون مناسب لي والوقت اللي عندي اللي عندي فيه الوقت. وملي كياخذوا هذاك التيكي كي كنقولوا لا ضرر ولا ضرار. غتقولوا لي لي صال ما دايرينش هادشي، اقترحوا عليهم يا عباد الله، سيروا واحد 2 ولا 3 ديال الناس وسيروا شي صال اللي بغيتو تنضموا ليها وعارفين ما عندناش الوقت بزاف، واقترحوا عليهم، حيت هذاك السيد وهذيك السيده اللي دايره هذا البروجي ديال لاصال راه المهم عندها تدخلك انت وتدخل الاخر والاخر. ربما ما عرفاش هذه المعلومه، ربما تظن على ان الناس ما كاينينش ما يطلبوا. الا درتوا هذا الاقتراح راه مزيان لك ومزيان لهم، حتى هما ما خاسرين حتى شي حاجه. وفي الاخير هادو هما خمسه ديال المصاريف اللي هما صغيره، ولكن اذا جمعناها عرفتي شحال كيعطيونا؟ تقريبا ما بين 500 حتى 2000 درهم في السنه. شاركوني في التعاليق ديالكم اشنو هو المصروف اللي كتحسوا منه كيدخلكم البرد. خلينا نذكركم بالعنوان ديال الحلقه المقبله ان شاء الله، وهو قاعده 24 ساعه قبل اي شراء. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس اذا كنتوا مازال ما مشتركينش ومازال ما فعلتوش الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.